في جراحات السمنة مش كل تخدير ينفع لكل وزن، عشان مريض السمنة دايما مختلف في التخدير بتاعه عن أي مريض تاني، لأن السمنة دايما بيكون معاها أمراض صحية كتير. عشان كده تيم التخدير لازم يستخدم أحدث أجهزة التخدير، ومش بس كده لازم كمان يكون في جهاز قياس درجة الوعي، وكمان جهاز الفايبر أوبتيك اللي بيساعدك في تركيب الأنبوبة الحنجرية. غير إن في أدوية مخصصة إحنا بنستخدمها للمرضى بتوعنا في جراحات السمنة. بمعنى إن التخدير العادي المريض بياخد التخدير بتاعه، بياخد وقت معين وتحصل الإفاقة. احنا بنستخدم انواع من التخدير نقدر ندي المضاد بتاعها فنفوق المريض اول ما العمليه تخلص على طول، وبالتالي زمن الافاقه بيكون قصير جدا والتعب بعد العمليه بيكون قليل جدا. عشان كده دايما المرضى بعد العمليه بيسال دايما انا فايق جدا او صاحي واعي جدا، وده بيحصل مع النوع ده من التخدير. السيستم والتكنولوجيا في التخدير مش مجرد رفاهيه، ده جزء اساسي من المنظومه اللي احنا بنستخدمها لكل المرضى عشان نضمن ان كل مريض سمنه هيعمل عمليه معانا ما يحصلوش اي مشاكل من التخدير.